2023 كنت قاعد آخر الليل وقدامي كود ومش فاهم أي حاجة. مش الكود بس اللي كان صعب، أنا كنت مقتنع إن البرمجة دي مش طريقي. دخلت الكلية وكل الناس حواليا شكلها فاهم، الدكتور بيشرح والناس بتحل وأنا قاعد بحاول أفهم إحنا بنعمل إيه أصلا. كل محاضرة كنت بخرج منها أقول لنفسي يمكن دي مش الحاجة اللي أنا شاطر فيها. ولما الأجازة بدأت كان قدامي اختيارين، يا إما أخش قسم تاني يا إما أدي لنفسي فرصة تانية. فبدأت أتعلم لوحدي وأحل مسائل، وفي الأول كنت بغلط في كل حاجة تقريبا، مسألة ما تتحلش أو حل أنا مش فاهمه، وفي أغلب الأوقات كنت بقفل اللاب وأنا متضايق. بس الغريب إن أنا كنت برجع تاني اليوم اللي بعده، ومرة ورا مرة بدأت أفهم حاجات صغيرة بعدها حاجات أكبر، لحد ما في يوم اكتشفت إن أنا فرحان باللي أنا بعمله، مستمتع بالحل، مستمتع بالإحساس لما تحل مشكلة. وأنا قاعد كده قلت لنفسي أنا كنت بكره إيه بالظبط؟ ما كنتش بكره البرمجة، كنت بكره إني مش فاهم، وده فرق تاني خالص. في حاجات كتير في حياتنا بنقول إنها مش لينا، ويمكن الحقيقة إن إحنا ما اديناش الوقت الكافي اللي إحنا نجربها.